اكيد زيكم كده كلنا زهقنا من الحلويات. كلنا كنافه وقطايف وجلاش من اول رمضان واحنا عمالين نعمل كل الحلويات، ولازم نحط فيهم الدقيق والسمنه والسكر. طب تعالوا شوفوا الحلو النهارده، سهل وسريع واقتصادي من غير دقيق ولا سمنه، وفي 5 دقايق بس هتعمليها وفي التلاجة هتحطيها، ولما بقى تيجي تطلعيها يا وعدي هينبهروا بيها. اول حاجه معانا دي قطعه كده من قمر الدين، كانت متبقيه عندي حته كده بسيطه جدا، حطيت عليها ميه وسبتها علشان تتنقع لمده ساعه. وفي كزرولة على النار بعد ما اتنقع معانا بالشكل ده وابتدى ان هو يدوب معانا، هنزل بيه على النار في قلب الكزرولة بالشكل ده، وهحط عليهم 3 معالق صغيرين من السكر. طبعا الكمية هنا انا مش عاملة كمية كبيرة، انا عاملة كمية صغيرة، كل ما هتزودي الكمية كل ما هتحطي اكتر. هنيجي بقى هنا هنحط كده في بولة 3 معالق من الجيلاتين زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط عليهم شوية مية سخنة عشان يبتدوا ان هم يدوبوا معانا. هنزل الجيلاتين كده على القمر الدين بالشكل ده بعد ما قلبته كويس جدا عشان يخلي القمر الدين يتماسك معانا، وهتشوفوا معانا هيبقى عامل ازاي. هقلبه بقى كويس، واول ما يبتدي يغلي معانا هبتدي ان انا اطفي على النار. هنا بقى كان عندي شوية فاكهة كده، موزتين على قطعة كده من الكنتالوب على شوية بسيطة من الفراولة، قطعتهم بالشكل ده، وهبتدي ان انا احط عليهم معلقة كبيرة كده من السكر، وكمان هحط عليهم عصرة من الليمون عشان الليمون كده يخلي لونهم، يحتفظوا بلونهم حتى لو اتحطوا في التلاجة ما يسودوش معانا. هنحط بقى كده بالشكل ده عصرة الليمون، وهبتدي ان انا اقلبهم. اقلب بقى اي فاكهة عندك تقدري تحطيها. الوصفة دي حلوة جدا، الولاد حبوها قوي قوي عشان كانت خفيفة، وطبعا عارفين ان الجو ابتدى يحرر فمش عايزين ياكلوا حلويات تكون مسكرة قوي. جبت بقى القالب ده وابتديت ان انا ادهنه بالزيت، ونزلت كده بالفاكهة بتاعتنا، والزيت هنا عشان لما اجي اقلبه يتقلب معانا بسهولة الفاكهة والخليط بتاعنا. جبت بقى القمر الدين مع الجيلاتين وابتديت انزل بيه كده وهو سخن على الفاكهه بتاعتنا بالشكل ده، وسبته لحد ما يبرد، وبعد كده رحت مدخلاه الفريزر لمده ساعه تماسك بقى معانا. وجيت بقى بعد كده جبت كده السكينه وابتديت ان انا يعني افرغه كده من الجناب عشان يتقلب معانا بكل سهوله في قلب الطبق ويديني شكل حلو قوي. بصوا خطير ولونه حلو جدا وتحفه. بصوا بقى بعد ما يتقلب هيبقى شكله عامل ازاي، واو تحفه بقى ومتماسك. ويلا بقى لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو. بصوا بقى شكلها خطير بقى، بصوا فظيعه بقى، وطعمها كان حلو جدا. قطعت بقى كده قطعه، وعلى فكره احنا كنا قبل الفطار فكنت صايمه، ما قدرتش ان انا طبعا ادوقه لان طبعا كنت صايمه، اللهم اني صايمه. بصوا فظيع بقى، والجيلي بقى مع الفاكهه، لا خطير الموضوع، جميل جدا، عجبهم قوي قوي، وان شاء الله هيعجبكم انا متاكده لو جربتوه. جربوه، حلو سهل اقتصادي وبسيط، وباي فاكهه تقدري ان انت تعمليه. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.